المدافع هو الذي ذهب إليه، المدافع هو الذي ارتكب المخالفة. إذا هذه مخالفة على مدافع داخل منطقة جزاؤه، لم تحتسب ركلة جزاء بهذا الوضوح، لم تحتسب ركلة جزاء، ولكن احتسبت مخالفة على المهاجم. ارتكب المخالفة بساقه بالجزء الأعلى من الساق. من الذي ارتكب المخالفة بوضوح؟ ركلة جزاء لم تحتسب للمغرب. طيب، حالة تانية في نفس الشوط وفي نهاية الشوط الأول، وهنشوف مع بعض أيضا مخالفة. شوف مع بعض ركلة ثابتة وهناك سقوط للاعبين، انتهت باحتساب مخالفة في وسط الملعب واحتجاج كبير من لاعبي الفريق المغربي. نشوف مع بعض المسك من اكتر من مكان، لكن هنركز على اللاعب اللي قدامنا دلوقتي. هما الاثنين في نفس الحيز، ومن طرف واحد، بمعنى انه مفيش لاعب مغربي بيمسك فانيلا. الفانيلا ممسوكه من المدافعين، مدافعي المنتخب الفرنسي. نشوف مع بعض اللاعب رقم 15 من المغرب ممسوك بهذا الشكل واستمر المسك. خلينا نكمل بقى اللقطه، نكمل اللقطه. استمر المسك واستمر تكتيف اللاعب حتى سقط على الارض. وشفنا في مباريات كثيره في البطوله ركلات جزاء للمسك داخل منطقه الجزاء لم تم احتسابها. هنا لم يتدخل حكم الفار، لم تحتسب ركله جزاء. لما يكون عندنا ركلتي جزاء في مباراه واحده في نصف النهائي لم تحتسب في الشوط الاول، والنتيجه الفريق كان متاخرا بهدف، اعتقد انها حالات وانها اخطاء اثرت على نتيجه المباراه. هارد لك للمغرب ونتمنى لهم التوفيق في المباريات القادمه.